السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ تعالوا النهاردة نعمله مخ بالبيض بطريقة جميلة جدا ولذيذة. ينفع معاكي فطار، ينفع عشاء، بجد طعمه جميل خالص. زي ما انتم شايفين كده انا معايا يا جماعة مخ صغير، يعني مخ بتاع خروف صغير مش كبير قوي. حطيت مية وخل وحطيته، نقعته مدة ربع ساعة ولا أقل من ربع ساعة في مية وخل، وبعد كده صفيته، وبعد كده رحت قطعته قطع صغير زي ما انتم شايفين. ومعايا بيضتين، حابة تكتري بيض أكتر من ده تخلي تلاتة، تعملي بتلاتة، تعملي أربعة، وبراحتك انت في الكمية بتاعة البيض. ومعانا كزبرة خضرا زي ما انتم شايفين، وشايلة العيدان بتاعتها واخداش غير الورق. معلقة صغيرة من التوم، ربع معلقة من الفلفل الأسود، ربع معلقة من الكمون، ونص معلقة من الكزبرة. البابريكا دي حسب اختيارك، عايزة تحطيها. دي البهارات الجميلة اللي راح نحطوها في الوصفة بتاعتنا. وصفتنا جميلة جدا هتعجبكم، وطبعا احنا طالعين من عيد الأضحى. طبعا الحاجات دي لازم تجيلك، يا تجيلك هدية من حبايبك، يا تروحوا ممكن يجيبها من الجزار. ما تحترش جدا، وجربي مخ بالبيض هيعجبك. ويلا نشوف الطريقة. حطينا صينية على البوتاجاز وحطينا معلقتين من الزيت ومكعب زبدة عشان يدي طعم جميل جدا الزبدة. لو حابة تعمليها بالسمنة اعمليها براحتك انت، المتوفر عندك حطيه. وزي ما انتوا شايفين انا مش عايزة الزبدة بتاعتي تتحرق، اجيب المخ على طول واحطه واقلبه. توطي البوتاجاز شوية وتقلبي زي ما انتوا شايفين، تقليب بسيط جدا عشان هو يا جماعة مش بيستحمل حاجة خالص. يدينا لون كده من تعرفيه استوى، باللونه بيتغير. انا طبعا يا جماعة موطية البوتاجاز عشان ما يتحرقش مني. وخلاص على كده بدأ يستوى معايا. رحت جبت البهارات وحطيتها، عشان بس البهارات حطيتها في نص سوا عشان ما تتحرقش مني وما تغمقش معايا المخ. حطيت التوم نص معلقة، حطيت البابريكا دي حسب اختيارك. ده دخل المخ في السوا. جبت البيض وطقشته وحطيت الكزبرة الخضراء واحطه على طول في المخ على نار هادية خالص، وتكفيه بأي غطا عنديكي، ويستوي على نار هادية من غير ما تقلبيه ولا من غير أي حاجة. يطلع معاكي قرص جميل كده وتحطيه في طبق، وبألف هنا وشفا على اللي بياكل منه. طريقة سهلة خالص وبسيطة وجميلة. ولو جالك مخ كده يعني من حبايبك، اشتريتي، حبيتي ان انت تشتري مخ وتشوفيه وتجربيه، تجربة جميلة جدا، وصفة جميلة جدا في المخ زي ما انتم شايفين. وما خدش معانا وقت خالص، وممكن تحطي فيه 4 بيضات 5 بيضات حسب الكمية اللي تعمليها انت. لو عندك مخ قومي بسرعة اعمليه نفس الطريقة دي، رح يعجبك بإذن الله. ما شاء الله عليه، طعمه جميل جدا يا جماعة بجد، وريحته جميلة خالص. والبهارات اللي حطيناها بالكزبرة الخضراء بالثوم مخلي ريحته جميلة. ولو أول مرة تشوفي قناتي ما تنسينيش في اللايك والاشتراك وفعل الجرس عشان يوصل لك كل جديد مع صنف في مطبخي. واشوفكم في فيديو تاني بإذن الله.